قرر رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران إعفاء مدير مؤسسة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الجنوبية من مهامه على خلفية الكارثة التي سببتها الأمطار العاصفة في تلك المناطق. ويأتي القرار فيما تصاعدت حدة الانتقادات بخصوص هشاشة البنية التحتية للمناطق المتضررة. مئات الأمتار من الشاحنات والحافلات والسيارات تنتظر على طول هذا الطريق الذي يعتبر شريانا حيويا يربط شمال المغرب بجنوبه، ينتظرون منذ عدة أيام. أنا محبوس 4 أيام شوال. وصلت هنا السبت صباحا، ليست غلطتهم ولكن أشعر بالأمان، وأنا الآن سعيد لأن الطريق سيفتح. جئت من باريس وأنا الآن في طريقي إلى مالي. الطريق لم تكن سالكة بعد أن جرفت السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة جزءا منها. أما السلطات فإنها تسارع الزمن لفتح الطريق الذي دمر جزء منها على بعد 10 كيلومترات من تيزنيت، عند النقطة الواقعة على بعد حوالي 800 كيلومتر جنوبي الرباط. أدركناهم وهم يعملون على ردم الهوة التي أحدثها السيل. بدأت الجهود من البارحة مساء، كانت هذه الطريقة منقطعة نظرا لتهاطل الأمطار التي عرفها هذا الإقليم. أمطار جت تقريبا في أسبوع. قبل إعادة تشغيل هذا الشريان الحيوي كان لزاما على الجميع أن يمر عبر طريق فرعي يمر فوق سد يوسف ابن تاشفين على نهر ماسة. نسبة امتلاء هذا السد تعطي فكرة عن الكمية غير العادية من الأمطار التي تهاطلت على هذه المناطق، فنصف يوم واحد فقط كان كافيا لتصل نسبة ملء السد إلى 100%. الأمطار التي هطلت على واحات جنوب المغرب ملأت السدود عن آخرها، فكان لزاما أن يفتح صبيبها حتى لا تنفجر. أما سكان المنطقة وزواروها فتوقفوا لمشاهدة منظر المياه المتدفقة من السد، وكلهم أمل في أن تصبح أمطار الأيام الأخيرة نعمة عليهم بعد أن تسببت في نقمة. عبد المنعم العمراني، الجزيرة، منطقة سوس، جنوبي المغرب.